الحرم الإبراهيمي يقع في مدينة الخليل في البلدة القديمة، وهو أقدم المساجد في الخليل وثاني أقدم المساجد في فلسطين بعد المسجد الأقصى. سمي بالحرم الإبراهيمي نسبة إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي عاش في مدينة الخليل ودفن فيها، ويعتقد أن مقامه موجود في الحرم الإبراهيمي الشريف. من أهم الأحداث السياسية التي حدثت في الحرم الإبراهيمي هي مجزرة الحرم الإبراهيمي التي حدثت أثناء صلاة الفجر، حيث استشهد فيها عدد كبير من المصلين.